وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الإمام إما جاهل أو مغرض، وفي الغالب أنه جاهل في الدين، ولا يجوز أن يؤم المسلمين أصلا، لأنه قوله أولا المسيحيين هذا خطأ، فالله عز وجل قد سماهم في كتابه العزيز النصارى. ثانيا، تهنئة النصارى في أعيادهم هو إعانة على الشرك، وكأنه يقول أهنئكم أو كل عام وأنتم بخير على إشراككم بالله وجعل عيسى بن مريم إله أو ابن الله، أو أهنئكم على أكل الخنزير وشرب الخمر. هكذا يفعلون في أعيادهم، فلذلك هذا من المنكرات والمحرمات، ولا يجوز ذلك. لا نجامل أحد في دين الله على حساب الدين. فذلك هذا قوله منكر وحرام، ولا يجوز أن يقولوا. وكيف يقول في بيت الله من بيوت الله؟ نوحد الله عز وجل في بيت وأيضا نشرك به في نفس الوقت، هذا لا يجوز، والله أعلم.